تعالوا نشوف مفاجأة من العيار التقيل لمدرب النادي الأهلي ريبيرو. طالع في المؤتمر قبل ماتش بالميراس وبيقولها صريحة: احنا داخلين نكسر الدنيا. الراجل ده عارف ان بالميراس فريق تقيل ومستقر وبيعرف يتصرف تحت اي ضغط، بس هو مش خايف. وبيقولك هنخليهم يلعبوا أسوأ ماتش لعبوه زي ما عملنا مع ميسي بالظبط. نتمنى ان شاء الله ينفذ اللي هو قال عليه. اما سألوا روبيرو عن زيزو قالك انه عليه لاعب جامد جدا. طيب وموضوع تريزيجيه قالك قفلوا بكلمة واحدة: احنا فريق مش افراد. وبالنسبه لنجم بالميراس لاستيفاو قال لك الخطه واضحه يا جماعه، هنخليه يتجنن وما يلاقيش مكان يتحرك فيه في الملعب. الرساله في النهايه وصلت من ريفيرو: الاهلي رايح يقاتل مش يتفرج. اما بالنسبه للغيابات عن مباراه بالميراس هيكون احمد نبيل كوكا، لانه فعلا عنده اصابه واحتمال كبير بنسبه 99% ما يشاركش في المباراه. وكمان عندنا طاهر محمد طاهر برضه هيغيب عن اللقاء للإصابة، ربنا يرجعهم بالسلامة إن شاء الله. وطبعا هيغيب عن البطولة ولمدة شهرين كمان نجم مصر الأول اللاعب الموهبة الحريف إمام عاشور، ربنا يشفيه. كابتن محمود الخطيب عامل مكافأة استثنائية في حالة فوز النادي الأهلي على فريق بالميراس. إن شاء الله بإذن الله يكسب ويصعد النادي الأهلي. النجم الهداف الموهبة الكبير الحريف وسام أبو علي جاي له عقد قوي من نادي في أمريكا، والنادي الأهلي قالك لازم أدرس العقد كويس ولازم يقدموا طلب رسمي بالعقد عشان أبدأ أشوف مدى أهمية العقد بالنسبة للاعب والنادي الأهلي. حارس مرمى فريق بالميراس بيقول كلام قوي جدا على الأهلي وكلام كويس وحلو، وبيقول الأهلي فريق بطولات يا جماعة ومتعود على البطولات وفريق قوي جدا ولا يستهان به، وبيحذر من أي استهتار في الملعب لأن النادي الأهلي فريق عارف يعني إيه بطولات. وبيقول ان المباراة هتبقى صعبة للطرفين. اما عن مباراته مع بورتو بيقول لك اللي احنا تعادلنا لان اول ماتش ده كنا فاقدين للتركيز تماما. اما بالنسبة لتريزيجيه وضربة الجزاء اللي ضايعة، اللاعب يا جماعة اعتذر وقال انا اسف حقكم عليا، وفي النهاية قدر الله ما شاء فعل.